الإنترنت مليان نظريات مؤامرة عن أي موضوع ممكن تتخيله. في ناس بيصدقوا إن حكومات العالم بتحاول تسرع نهاية العالم، وفي ناس تانية بتعتقد إن الهبوط على القمر عمره ما حصل، أو إن بعض المشاهير اتبدلوا بناس شبههم، ودي أمثلة بسيطة. رقم 20. معظمنا عارف مصطلح الأخ الأكبر، الجملة اللي ظهرت لأول مرة في الرواية المستقبلية الديستوبية 1984 اللي كتبها جورج أورويل سنة 1948، ولسه بتعتبر تحفة فنية لحد النهاردة. في الكتاب أورويل بيشرح مستقبل العالم كله فيه بيحكموا حكومة واحدة لفترة من القمع، الناس فيها مضطرين يطيعوا الأوامر وإلا هيتنقلوا لأوضة سرية، أوضة 101 اللي بيطلعوا منها محطمين نفسيا وروحيا. أكتر حاجة الناس فاكرينها من الكتاب إن كل الناس تحت المراقبة طول الوقت، وأي غلطة أو محاولة تمرد بتتقابل بقسوة شديدة. في العالم الحقيقي الناس كتير خايفين إن ده بقى واقع فعلا، عشان كاميرات المراقبة بقت موجودة في كل مكان، وكمان اتثبت إن حكومات العالم بتتجسس على مواطنيها بنفسها. مثال كويس على ده هو لما حد يتكلم مع صاحبه عن شراء منتج جديد بالكلام أو وجه لوجه، وبعدها بدقايق يلاقي إعلانات عن نفس المنتج بتظهر له على واحد من أجهزته الذكية. وكمان اتثبت بفضل المبلغين عن المخالفات إن وكالات زي وكالة الأمن القومي NSA كانوا بيسمعوا مكالمات الناس من زمان، رغم إنهم دايما كانوا بيقولوا إنهم عمرهم ما هيخترقوا خصوصيتهم بالطريقة دي. النتيجة إن في زيادة في الهوس أو البارانويا بين الناس عموما، خصوصا لأن أغلبنا محتاجين أجهزتنا زي الموبايلات واللابتوبات عشان نكسب عيشنا ونفضل على تواصل مع الناس اللي بنحبهم. نظريات المؤامرة عن الموضوع ده بدأت تزيد في أوائل الألفينات لما أعلنوا أن التلفزيون الأنالوج هيتم إيقافه تدريجيا وهيستبدلوه بالتلفزيون الرقمي. أول دولة التزمت بالتغيير ده كانت ألمانيا، لما كل إشارات التلفزيون الأرضي الأنالوج اتقفلت هناك في سنة 2003. الحكومة الأمريكية قررت أن إشارات الأنالوج هتتقفل في 2009، وتم تأكيد الموعد النهائي الدولي للتحويل ده في 2015. سبب التحويل كان علشان يتم إعادة استخدام الطيف الترددي التناظري، هيتم تحريره علشان يستخدم في بث خدمات 4G وال5G. لكن التحويل للرقمي كمان هيوفر للمشاهدين صورة وصوت أحسن وهم بيتفرجوا على برامجهم المفضلة، وكمان التكنولوجيا الرقمية هتسمح ببث قنوات أكتر بكتير في نفس المساحة الترددية في أي وقت. بالنسبة لمعظم الناس ده كان خبر مفرح، لأنهم هيقدروا يتفرجوا على برامجهم بجودة أعلى، بس مش كل الناس كانوا شايفين إن ده فكرة كويسة. أول حاجة اعترضوا على فكرة إنهم ما عندهمش اختيار غير إنهم يغيروا النظام، وحسوا إن في حاجة مش كويسة بتحصل ورا الكواليس. منظر المؤامرة بدأوا يقولوا كلام غريب، وكثير من الناس بدأوا يصدقوهم. كانوا قلقانين إنه التلفزيونات الرقمية الجديدة اللي هنحتاجها عشان نتفرج على التلفزيون هيكون فيها كاميرات مخفية تراقب كل حركة بنعملها وإحنا في بيوتنا أو مكاتبنا. المستشفيات والمباني الحكومية والأماكن العامة التانية زي البارات والمطاعم ما كانوش في مأمن برضو. وقت ما التحويل كان اكتمل تقريبا العالم كله كان هيبقى تحت مراقبة 24 ساعة، والخصوصية هتكون مش موجودة خالص. المعلومات دي ممكن بعد كده تستخدم في حاجات كتير زي الإعلانات والتجسس بشكل عام. رغم الكلام ده أغلب الناس دلوقتي عندهم تلفزيونات رقمية، لكن في ناس كتير لسه مش مرتاحين في بيوتهم لأنهم حاسين إنهم متراقبين طول الوقت من الأخ الأكبر. رقم 19. جرافيتي فولز هو مسلسل كرتوني اتعرض في يونيو 2012 وانتهى في 2016. مع أنه موجه للأطفال، المسلسل له طابع للكبار شوية بسبب وجود حاجات زي التلبس الشيطاني وكوميديا للكبار. المسلسل بيركز على التوأم الغامض تيبر وميبل بينز اللي اتبعتوا يعيشوا مع جدهم الكبير في مدينة غامضة اسمها جرافيتي فولز. كرانكنستان بيخلي الأخوات يديروا الكوخ الغامض متاعه اللي هو فخ سياحي هو بيملكه. التوأم بيطلعوا في مغامرات كتير عشان يكتشفوا أسرار المدينة. شخصيات تانية معروفة زي سوسي العامل، ويندي الموظفة الهادية، الراجل العجوز ماك جوكيت اللي هو الطباخ المحلي، ليل جيديون الولد الصغير اللي بعدين بيبقى شرير، وستانفورد مؤلف الكتب وأخو ستان. واحد من الأشرار الرجال التانيين في المسلسل هو بيل سايفر
الشيطان المثلث اللي بيخطط يسيطر على جرافيتي فولز. المغامرة المرتبطة بالمسلسل ده ممكن تودينا لطريق الماسونية والنورانيين. واحد من المعجبين لاحظ أن ديبر مش هو اسم الشخصية الحقيقي، لكن هو مجرد لقب. هم أشاروا أن الأخوين ستانلي وستانفورد أسمائهم متشابهة، وغالبا التوأم كمان هيكون ليهم أسماء متطابقة. فالمحلل جاب اسم بديل لديبر يكون متناسب مع مابل، زي جابل مثلا. بعد ما دور عليه اكتشف أنه فعلا اسم ومعناه الجزء المثلث من الحيطة بين حواف السقف المائل من الناحيتين، وده كان هيتناسب مع الإحساس العام للمسلسل كله ومع بيل سايفر الشيطان. لكن منظر تاني قدم نظرية بديلة. هو أشار أن ستانلي وستانفورد الاثنين عندهم نفس البادئ في أساميهم، وده معناه أن كان هيبقى نفس القاعدة مع ديبر وميبل. الاسم اللي اقترحه كان ميسون، زي في كلمة فري ميسون. هو أرفق الاقتراح ده بصورة رمز هرم الإلوميناتي، وده بيربط الشخصيتين مع بعض تاني. في ناس اقترحوا أن ستانفورد كتب 6 كتب في المجمل، بس احنا ما نعرفش غير الكتابين رقم 2 و3. في ناس بيعتقدوا أنه سوس هو اللي كتب، واحد منهم بسبب معرفته الكبيرة بالمدينة، وأنه العجوز ماكجوكت معاه واحد منهم وبيستخدمه عشان يبني آلاته الغريبة اللي بتسبب الكوارث. في كمان شوية نظريات مؤامرة عن ليل جيديون. واحدة منهم بتقول إنه استخدم تميمة عشان يلعب في دماغ أمه دايما باين عليها ملامح الخوف والرعب على وشها. في لحظة من اللحظات في المسلسل حتى همست لنفسها وقالت كملي كنس بس، وده بيوضح إنها فعلا كانت خايفة من حاجة حصلت بينها وبين ابنها، وإنها تعودت تطيعه غصب عنها. في المواسم اللي بعد كده من المسلسل الهرم الشرير في الآخر اتغلب عليه، لكن بعض المعجبين بيعتقدوا إنه فعلا نجا وبدأ يعيش جوه عقل جرانكل ستان. منظرو الأفلام اقترحوا إنه سايفر بيتحكم في ستان وهو نايم، وفي إشارات لكده متوزعة في المسلسل كله. لكن واحدة من أهم الأدلة موجودة في الدفتر الثالث. اللي مكتوب في الدفتر هو الآتي: اتضح أن تأثير مسح الذاكرة ممكن يتلغي لو الشخص تعرض لصور وأشخاص مهمين من الماضي. السبب أن ستان اتعافى أسرع بكتير هو أننا بدأنا عملية الاسترجاع والمسح لسه جديد، أقل من ساعة بعد التلامس. لو فعلا تأثير الشعاع اتلغى لما رجع له ذكرياته، ده ممكن يعني أن سايفر لسه جواه. المنظرين بعد كده بيشيروا لكل الأدلة اللي تدعم النظرية دي، زي الرسالة اللي من بيل سايفر اللي كانت بالعكس، ورحلة البحث عن تماثيل سايفر الحقيقية. كمان في تشابهات غريبة بين الشخصيتين طول المسلسل. ودليل تاني بيدعم الكلام ده ليه علاقة بنظرية مؤامرة تانية. في ناس بتعتقد إنه ستان يقدر يخترع ذكريات مزيفة عشان يخدع سايفر ويغشها. هو بيدخل كود في ماكينة البيع عشان يفتح باب أوضته السرية، وبيضغط على 5 أزرار كل مرة. بس في حلقة عالم الأحلام لما العصابة كانت بتتنقل جوه ذكرياته، واحدة من الذكريات بتوري كود مختلف. في واحدة من الحلقات كل الشخصيات كان لازم يقفوا على رمز مضيء على الأرض، في 9 رموز، وكل رمز متوصل بواحد من الشخصيات. بعض المنظرين بيعتقدوا ان السبب ان بيل ما تنفش مش بس بسبب تدخل ستان، لكن كمان عشان الشخصيات مش واقفين على الرموز الصح. هم بيشيروا لشخصيتين بالتحديد، ديبر وويندي. ديبر اللي لابس قبعة عليها شجرة صنوبر واقف على رمز شجرة الصنوبر، في حين انه ويندي واقفة على رمز التلج. بس البنت أكتر بتحب الطبيعة وجاية من عائلة حطابين، فممكن كان المفروض هي اللي تقف على رمز شجرة الصنوبر. وده كمان بيتأكد من إن الاتنين بيبدلوا قبعات في نهاية العرض. ديبر هيكون رمز التلج لأنه دايما بيتشاف شايل تلج، وكمان إنه يكون كول أو هادي، دي حاجة مهمة جدا في شخصيته. رقم 18. الناس كانوا مبهورين بالسماء بالليل من قرون، والعلماء بيدرسوا النجوم من زمان جدا. من وقتها عرفنا كتير عن نظامنا الشمسي وعن الأنظمة اللي موجودة على بعد ملايين السنين الضوئية. الكواكب عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل معروفين لينا من عصور ما قبل التاريخ، وده لأنهم بيبانوا في السماء بالليل بالعين المجردة. لكن الكواكب التانية طلعت أصعب في الرؤية. أول اكتشافات بالتلسكوب حصلت سنة 1781 لما ويليام هيرشل اكتشف كوكب أورانوس. وفي سنة 1848 يوهان جالي اكتشف كوكب نبتون.
بعدما درس شغل أوربان لوفيرييه وجون كاوتش آدامز. بلوتو اللي ما بقاش يعتبر كوكب دلوقتي اكتشفه كلايد تومبو سنة 1930، ودلوقتي تصنف ككوكب قزم. من وقتها درسنا أكبر قدر ممكن من الكون، لكن بعض أصحاب نظريات المؤامرة، واحد منهم فلكي معروف، بيعتقدوا أننا كنا غلطانين في جانب معين ومهم من مجرتنا. عالم الفلك بول كوكس قال شوية ادعاءات مثيرة للجدل عن شمسنا، وهو بيعتقد أن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وراء كل ده. مع أن معظم الناس رفضوا ادعاءاته الغريبة، في ناس تانية صدقوه، غالباً بسبب مؤهلاته كفلكي محترم. كوكس قال التصريحات المثيرة للجدل دي في يونيو 2016 لما كان بيقدم برنامج مباشر لمدة 8 ساعات وتكلم فيه عن عبور كوكب عطارد قدام الشمس. البرنامج اتذاع على موقع سلوم، لكن حصل فيه حاجة محدش كان متوقعها. وهو بيتكلم عن موقع عطارد وقتها على الشاشة، فجأة قال ممكن تكون بتسأل نفسك ايه هو الجسم الكبير المدور اللي جنب الشمس ده؟ وبعدين قال بكل بساطة إن المشاهدين بيتفرجوا على الشمس الثانية للأرض، وقال بهزار إنه أغلب الناس غالباً مش عارفين إنها موجودة. المشاهدين اتفاجئوا على طول من التصريح المثير للجدل ده، وبعضهم افتكر في الأول إن كوكس بيهزر، لكن بعدين بقى واضح إنه كان جاد جداً في الموضوع. وكمل شرح وقال إنه الشمس الثانية دي عادة بتكون مخفية عن الناس بواسطة كذا جهة، ومنهم وكالة ناسا، لكن هو ما قالش أسماء أي جهات تانية كانت مشاركة في الخطة الغامضة دي. زي ما كان متوقع، التصريحات دي عملت ضجة على الإنترنت فوراً. المدونين اللي بيؤمنوا بنظريات المؤامرة بدأوا يكتبوا عن الشمس التانية اللي كانت مخفية عننا لعقود، وفي ناس تانية استخدموا السوشيال ميديا عشان ينشروا خبر إن الحكومة كذبت علينا طول عمرنا. المشكلة في نظرية المؤامرة دي إنها اتقالت من شخص كان محترم في مجاله لحد اللحظة دي، وكمان عمل أبحاث كتير بنفسه طول مسيرته. عشان كده الناس اللي بيؤمنوا بنظريات المؤامرة ركبوا الموجة بسرعة وابتدوا يغرقوا الإنترنت بأخبار الخداع المزعوم ده. زمايله من علماء الفلك بسرعة وضحوا إن الجسم اللي كان بيشاور عليه لما قال الكلام ده هو في الحقيقة كوكب عطارد، واللي كان بيتكلم عنه من الأول ادعاءاته اترفضت من علماء فلك وخبراء تانيين، واللي طننوا الناس إن عندنا شمس واحدة بس ومفيش أي جسم سماوي زي ده متخبي عننا. رقم 17. فتيات القوة هو مسلسل كرتوني معروف للأطفال. أبطاله 3 بنات عندهم قوة خارقة، هما بيقوموا بحماية مدينة تاونسفيل. ال3 هما القائدة اللي شعرها أحمر بلوسوم، والبنت الطيبة الشقراء اسمها بابلز، والبنت العصبية باتريكب. حسب القصة، البروفيسور يوتونيوم كان بيحاول يصنع بنات صغيرين مثاليين في معمله، ولما كان بيشتغل مكون تاني اسمه المادة الكيميائية إكس دخل في الخلطة، والنتيجة كانت مجموعة من 3 أبطال خارقين. لكن المسلسل ما سلمش من نظريات المؤامرة بتاعت المعجبين، وعلشان كده ظهرت نظرية بريندا. نظرية بريندا بتقول إنه فتيات القوة هما أجزاء من شخصية واحدة. الشخصية الأصلية طبعا مش معروفة للمشاهدين، لكن أصحاب النظرية أطلقوا عليها اسم بريندا. بيقولوا إن البنت دي أصيبت باضطراب الهوية التفارقي بسبب إن أخوها الكبير كان بيتنمر عليها. الأخ بيظهر في صورة موغو جوجو الشرير الرئيسي في المسلسل. الناس اللي عملوا النظرية بدأوا يشوفوا كل بنت كانت بتمثل إيه. بلوسوم هي الشخصية اللي بريندا نفسها تبقى زيها، هي عايزة النضج والعقلانية. بابلز كانت الجانب الطيب والمرح، هي بتمثل البراءة والخضوع اللي فعلا كان المضيف بيظهرهم في الحقيقة. نادرا كان بيظهر جزء من الجانب العدواني أكتر في بابلز، وده السبب إنها أوقات بتبين شوية مشاكسة أكتر. بتركب هي الجانب العدواني واتخلقت من أفكار المضيف اللي كانت رد فعل على المتنمر. الشخصية دي بتمثل عدم الرضا عن الحياة، مع إنها غالبا تظهر كشخص عنيف أكتر، بس كمان بتدل على أعماق خفية، لكن الأعماق دي محفوظة لبابليز. منظر تاني من المنظرين قدر يربط الأخ الظاهر بالأولاد الشرسين. المعلومة الوحيدة عن الأخ إنه هو السبب في المشاكل النفسية، وبيتم تمثيله في الهلاوس المفترضة كأنه الشرير الرئيسي. الشرير هو اللي خلق الأولاد الشرسين، وده بيخلي موجو جوجو هو أبو الأولاد الشرسين،
وده في نظرية بريندا بيمثل شخصية الأخ المعقدة. حسب نظرية الشخص ده، الغيرة والتوتر من القتال خلت الأخ كمان يطور نفس المشاكل النفسية ويلاقيها في العالم الخيالي. بقى أكتر غضب وراح خلق الأولاد عشان يواجه البنات، وكمل يعذبها في مكان مش موجود. الأولاد الشرسين بيتكونوا من بريك الولد الواثق والمستقل، بوتش بيمثل ازاي الأخ بقى لما بدأ يتنمر على أخته، وبومر هو بيمثل الفترة قبل ما يبدأ يكره أخته، هو بريء وطيب. في نظريات مؤامرة تانية مرتبطة بالسلسلة دي بتقول إن هيم الشخصية الشيطانية يقدر يتجدد بإرادته، وده بيفسر ليه دايما بيرجع تاني. واحد من مستخدمي ريدت افترض إن هيم عنده قدرة على التجدد، وإن الشخصية دي في الحقيقة ما ينفعش تتغلب عليها، لكن كل اللي بيحصل إنها بتفقد طاقتها الأثيرية بس. كل المرات اللي المشاهدين بيشوفوه فيها بيموت هي في الحقيقة مجرد إسقاطات للطاقة. حسب واحد تاني من ريدت، البروفيسور استخدم الحمض النووي بتاعه عشان يصنع البنات كمان، لأنه ما كانش يقدر يخلف. هو استخدم كل المكونات اللي محتاجينها عشان يخلق حياة بطريقة تانية، ويمكن كمان استخدم شوية من سائله الحيوي في الخلطة. في مؤامرة تانية بتقول إنه البروفيسور اختار يصنع بنات بدل ولاد لسبب أخلاقي، على حسب أغنية الحضانة اللي بتقول إنه البنات مصنوعين من السكر والتوابل وكل الحاجات الحلوة. ده بيشير لمكونات بسيطة ومش مؤذية، في حين إن الولاد الصغيرين مصنوعين من تعابين وحلزون وذيول جراوي، وده يمكن يكون أكتر قسوة شوية. هو ما كانش عايز يأذي أي كائن حي تاني، فاختار طريق بديل. رقم 16. في عشرينيات القرن الماضي اقترح الحزب الوطني الصيني بناء سد ضخم على نهر اليانغتسي. الفكرة وراء هذا المشروع اللي بقى معروف دلوقتي باسم مشروع الخوانق الثلاثة للتحكم بمياه نهر اليانغتسي اتأجلت شوية سنين لحد سنة 1953 لما تقرر انه لازم يتعمل دراسة جدوى ويتحدد مكان للمشروع. واحدة من الأسباب الرئيسية لبناء السد كانت للسيطرة على الفيضانات الكارثية اللي حصلت لما النهر خرج عن ضفافه، بس كمان هيسمح بأن التجارة الداخلية تبقى ممكنة، وكمان ممكن يستخدم لتوليد الكهرباء لعدة مناطق في البلد. كتير من الناس وافقوا فوراً، لكن في ناس تانية كانوا شايفين إنه المشروع فكرة سيئة. كانوا قلقانين إنه السد بينهار وإنه أكتر من 1.3 مليون شخص ممكن يخسروا بيوتهم ويمكن حياتهم كمان. لو ده حصل، كتير من المواقع الثقافية الشهيرة هتتدمر تماماً، والمواقع الأثرية هتضيع، والناس اللي عايشين على ضفاف النهر هيبقوا من غير أي حاجة. وكان في كمان نظرية إن احتجاز كمية ضخمة زي دي من المية حوالي 42 مليار طن ممكن يضر الكوكب. المعارضين قالوا إن المية دي هتخلي الأرض تتحرك بشكل غير طبيعي، وده هيعمل كوارث طبيعية، خصوصاً الزلازل والانهيارات الأرضية في العالم كله، وده هيخلي ناس كتير يفقدوا حياتهم أو يضطروا يسيبوا بيوتهم. وبعد كده اتقترح إنهم يبنوا سلسلة من السدود بدل كده. السدود دي هتكون أصغر وأسهل في الإدارة، وكمان هتحتوي على مية أقل من المشروع اللي كانوا مقترحينه. السدود دي هتنتج نفس كمية الكهرباء زي السد الكبير، وكمان هتتحكم في الفيضانات في المنطقة بنفس الكفاءة. لكن مخاوفهم محدش سمعها. مع ذلك مخاوفهم سببت تأخير لمدة 40 سنة في بناء السد اللي بدأ أخيرا سنة 1994، وبرضو وقتها المشروع ما كانش من غير مشاكل. ولما الفلوس خلصت، الحكومة الصينية طلبت قرض من البنك الدولي، لكن اترفض الطلب عشان كان في مخاوف إن السد هيسبب مشاكل بيئية. المرحلة الأولى من البناء خلصت سنة 1997، وفي سنة 2003 الخزان بدأ يتملي. ده تسبب في فقدان حوالي 1200 موقع أثري مهم للأبد. الجدار الرئيسي للسد اتبنى سنة 2006، وبعد 10 سنين المشروع اتكمل بنجاح. في سنة 2024 بدأ ينتشر ادعاء فيروسي بيقول إنه المية في سد الممرات الثلاثة سببت بطء دوران الأرض. الادعاء ده اتعمل عليه تحقيق واتأكد إنه صحيح، بس اكتشفوا إن التغيير في الدوران كان بسيط جدا، لأن الأرض كانت بتلف أبطأ بحوالي 0.06 مايكرو ثانية بس عن الطبيعي، وده كان مصدر راحة كبيرة لملايين الناس حوالين العالم.
بس زي ما بيحصل كتير، شوية من أصحاب نظريات المؤامرة رفضوا يصدقوا البيانات دي، وابتدوا يطلعوا ادعاءات غريبة عن اللي هم شايفين إنه بيحصل فعلا. هم ادعوا إنه كمية المية الضخمة اللي سببت خلل في دوران الأرض بدأت تأثر على أنماط الطقس على الكوكب، وكانوا مقتنعين كمان إنها السبب في بعض الزلازل والكوارث الطبيعية اللي حصلت مؤخرا، بس ما قدروش يقدموا أي دليل يدعم النظرية دي. ناسا وضحت إنه دوران الأرض بيتغير أصلا، وإنه أي مخاوف من إنه كوكبنا بيتأثر بشكل سلبي بسبب سد الممرات الثلاثة لازم تتعتبر مجرد نظرية هامشية وبس. رقم 15. مسلسل وكرتون سبونج بوب سكوير بانتس بيتابع حياة أسفنجة صفراء غريبة عايشة مع حلزونها الأليف جاري في مدينة اسمها بيكيني بوتوم. بيكيني بوتوم موجودة في قاع المحيط الهادئ. الإسفنجة بتشتغل طباخ في مطعم اسمه كراستي كراب اللي بيديره مستر كرابز. سبونج بوب وصاحبه المفضل نجم البحر اللي اسمه باتريك بيخوضوا مغامرات مع بعض وبيعملوا مشاكل. ومن الشخصيات التانية المعروفة سكودوورد الحبار العصبي اللي بيشتغل مع الطباخ وكمان جاره. بيرل الحوتة المراهقة من نوع حوت العنبر هي بنت مستر كرابز. ساندي تشيكس السنجاب اللي عايش تحت المية برضو من الشخصيات المعروفة. في نظريات مؤامرة كتير حوالين الكرتون المرح ده اللي ظهرت على مر السنين. معظم النظريات دي بتدور حوالين مستر كرابز. كتير من الناس عارفين النظرية اللي بتقول إن المكون السري في كرابي باتيز هو لحم الكابوريا، بس الموضوع تفرع لنظريات تانية كتير عن الكابوريا وكرابي باتيز. واحد من مستخدمي ريدت اسمه وولا روبرب شرح إن لما حوت بيموت ده بيبقى مصدر الطاقة للنظام البيئي كله. ده معروف باسم سقوط الحوت، واللي بيكون غني جدا بالعناصر الغذائية لدرجة إنه يقدر يغذي نظام بيئي كامل لفترة طويلة. المستخدم ده على ريدت بيشرح إنه شايفه غريب إنه مستر كرابز عنده بنت حوت، لكنه عمره ما ذكر بيرل في المسلسل، ولا إزاي بقى هو الوصي عليها. الناس اللي عندهم نظريات بيقترحوا إنه في الحقيقة لقى جثة حوت اللي هي بيرل وبنى مطعم قريب منها ولقى بنت الحوت وهي طفلة صغيرة وتبناها. صاحب المطعم استخدم جثة الحوت كمكون في البرجر بتاعه، بس طبعا الكمية دي لازم تخلص في الآخر، وإزاي هيقدر يكمل شغله لو ده حصل. وبحسب المؤامرة دي كان مستر كرابز مستني بيرل تكبر وتدخل الجامعة، لكن في الحقيقة هو كان بيطبخها ويقدمها للزباين. يمكن مستر كرابز بيعمل كده من زمان ومحدش كان يعرف أو حتى شك في الموضوع. في نظرية تانية بتصور نفس الشخصية على إنها قاتل مجنون. زي ما توضح في حلقة ناستي باتي، الشخصية دي عارفة إزاي تخبي جثة. في الحلقة دي كان فيه مفتش صحي في المطعم، بس صاحب المطعم كان فاكر إنه نصاب وعايز ياخد أكل ببلاش. كرابز طلب من سبونج بوب يعمل كراستي برجر فاسد، وأول ما المفتش أكل منه وقع على الأرض. بدل ما يطلب المساعدة، كراب الجشع قرر يتخلص من الجثة. في حلقة تانية اسمها خارج الصورة، كرابس حاول كمان يخلص على سكودوورد بعد ما جات له فكرة إن لو سكودوورد مات فإنه هيبقى أغلى. في الأول هو بس بعت الموظف في مهمات خطيرة، لكن لما ده فشل حاول يضرب سكودوورد على دماغه بشاكوش. المشهد ده كان دي نفس إحساس ذا شاينينج لستيفن كينج. طول الكرتون كله الشخصية دي بتبين بشكل واضح إنها ما عندهاش تعاطف وبتتجاهل رفاهية الآخرين. مش هنستغرب منه لو كان بيحاول يربي بيرل عشان يطلع منها لحمة. رقم 14. بفضل دروس الجغرافيا في المدرسة احنا عارفين ان الزلازل بتحصل بسبب اطلاق مفاجئ للطاقة على طول خطوط السطع في الارض، وده غالبا بسبب حركة الصفائح التكتونية. بس واضح ان حتى المعلومة البسيطة دي مش مقبولة عند بعض اصحاب نظريات المؤامرة. واحد من الناس اللي بيرفضوا المعلومة دي هو رجل دين من ايران، واللي عمل ضجة كبيرة في العالم سنة 2010 لما قال شوية تصريحات غريبة ومثيرة للجدل عن الظاهرة الطبيعية دي. الزلازل بتحصل كتير في إيران لأنها بتتعرض للزلازل أكتر من معظم الدول التانية كل سنة. رئيس البلاد وقتها محمود أحمدي نجاد توقع أن زلزال ضخم هيضرب العاصمة طهران في يوم من الأيام، واقترح أن 12 مليون شخص اللي عايشين هناك ينقلوا لمناطق أكثر أمان. ده ادعاء سخيف بصراحة، لأن نقل عدد الناس ده هيكون كابوس لوجستي، وكمان كتير منهم هيرفضوا يسيبوا بيوتهم
بسبب مخاوف وتوقعات شخص واحد. بس لما نقارن كلام قاسم سليماني كلام أحمدي نجاد يبقى معقول شوية. صديقي عمل ضجة كبيرة في العالم كله لما قال إنه الزلازل مش كارثة طبيعية، وإنها بتحصل بسبب الستات اللي بيلبسوا لبس مش مناسب، وكمان لام الستات اللي بزنوا، وغيرهم اللي على حسب كلامه بيفسدوا عفتهم، والستات اللي بيضللوا الرجالة. كلامه كان غالبا رد فعل مبالغ فيه على إنه كتير من البنات الصغيرين في إيران بيرفضوا يلبسوا زي ما الإسلام بيقول، اللي بيمنعهم يكشفوا أي جزء من جسمهم قدام راجل غريب غير وشهم وإيديهم ورجليهم. شعرهم ورقبتهم وباقي جسمهم لازم يكونوا متغطين وهم برا في الأماكن العامة. لكن مع مرور السنين عدد أكبر وأكبر من الستات قرروا يخالفوا القوانين دي، وده طبعا خلى صديقي يغضب جدا. في خطبة من الخطب قال إن سلطة إلهية كلمته، وقالت له إنه البلد بتتعرض لمصايب زي الزلازل، وأضاف إنه الكوارث دي ممكن تتجنبها البلد بس لو الستات بدأوا يلبسوا بشكل مناسب ورجعوا لجذورهم الدينية. وجدير بالذكر إنه الستات اللي بيتكلم عنهم كانوا بس قرروا يلبسوا بلطو ضيق، وكمان طرح بتبين شوية من شعرهم، وده مش مسموح بيه. ولما تسأل إمتى الزلزال ده هيضرب إيران، صديقي قال إنه مش يقدر يحدد تاريخ معين، لكنه أكد تاني إن المسألة مسألة وقت بس قبل ما الكارثة تحصل. وكمان اقترح إنه الناس اللي عايشة في طهران ينقلوا فورا، أو على الأقل 5 مليون من 12 مليون مواطن ينقلوا علشان يقللوا عدد الأرواح اللي هتضيع لما الزلزال يضرب في الآخر. وأفكاره تكررت على لسان وزير الرعاية الاجتماعية في البلد، اللي قال إنه الصلاة والتوبة هما الطرق الوحيدة لتجنب الكارثة دي، وإنه الستات المعنيين لازم يبدأوا يطلبوا المغفرة عن أخطائهم. علماء الزلازل حذروا الحكومة الإيرانية إن زلزالا ضخما هيضرب طهران في النهاية، وبعضهم اقترح إن العاصمة بتتنقل لمكان تاني علشان ينقذوا أكبر عدد ممكن من الأرواح. صديقي بيعتقد إنه لو ستات طهران ما اختاروش التوبة وما بطلوش طرقهم الخاطئة هيكونوا سبب في كارثة كبيرة هتاخد أرواح كتير وهتدخل البلد في أزمة مالية هتاخد عقود طويلة علشان يقدروا يخرجوا منها. رقم 13. فينيس وفيرب كان مسلسل كرتون أمريكي محبوب جدا، اتعرض سنة 2007 وانتهى في 2015. المسلسل بتابع حياة عائلة فيلن اللي بتتكون من ليندا فيلن فليتشر، فينيس فيلن، وفيرب فليتشر، واختهم الكبيرة كانداس فيلن. هي متجوزة من لورانس فليتشر. الأخين دايما بيروحوا في مغامرات جامدة جدا، وكانداس بتشوفهم بس مش قادرة تخلي أهلها يصدوها. العيلة عندهم كمان حيوان أليف بيري منقار البط، اللي في الحقيقة جاسوس سري وعدو دكتور هاينز دوفنشميرتز. 2 من نظريات المؤامرة الأكثر سودة بتدور حوالين كانداس. واحد من مستخدمي ريدت اقترح إن كل الناس كانوا عارفين مغامرات الولاد ما عدا كانداس. هو بيشرح إن أمهم فعلا عارفة كل حاجة ولادها بيعملوها، بس عمرها ما بتأكد ده لبنتها، علشان لو عملت كده هتوقف الكتابات اللي هي بتعتمد عليها. صاحب النظرية بيشير إن ممكن ليندا تكون جزء نشيط في المغامرات، أو يمكن بس شايفاها على نطاق صغير بالنسبة لطفلين يقدروا يحققوها. كمان أتلاحظ إن المدينة كلها غالبا بتشارك في المقالب دي، زي حلقة عيد الأب أو حتى سوينتر. على مدار المسلسل في تلميحات بسيطة إنه الأم بتسجل المقالب اللي بتعملها بنتها، وممكن تكون بتستخدمها ككوميديا في الكتاب اللي هي بتكتبه عن المراهقين. في نظرية تانية، النظرية السوداء التانية عن المراهقة اللي شعرها برتقالي، بتقول إن فينيس وفيرب مش أكتر من خيال كاندس. وفي مستخدم تاني على ريدت اقترح إن فينيس توفى، وإن ده كان طريقتها في التعامل مع الموضوع. فيرب كمان عنده إعاقة بتمنعه من الكلام أو الحركة الكتير. الأخت بعد كده بتخلق سيناريوهات مختلفة يتخيلوا فيها إن الأخين بيلعبوا مع بعض وبيبنوا حاجات مدهشة، وده ممكن يكون السبب إن ليندا عمرها ما بتشوف اللي بيحصل. كل ده بيحصل في عالم خيالي. وكمان الدكتور دوفنشميرتز هو مجرد دكتور نفسي كانت بتيجي تشوفه مرتين في الأسبوع عشان تحاول ترجع لحياتها الطبيعية. الاقتراح ده بيتأكد أكتر في آخر حلقة من المسلسل لما الأخين بيروحوا الجامعة، وده ممكن يدل على إن الأخت أخيراً تقبلت الوضع. في نظرية سوداوية تانية بتتكلم عن الأب البيولوجي لفينيس،
اسمها نظرية الأب الحقيقي، واللي كتير من المعجبين فكروا فيها وهم بيتفرجوا على المسلسل. ليندا ودوفنشميرتز كان بينهم ماضي مشترك. فينيس مش شبه لورانس خالص، لكنه واخد نفس شكل الوش المثلث وتسريحة الشعر زي الشرير. ده كمان ممكن يفسر ليه فينيس ذكي قوي، بما ان دوفنشميرتز عالم. دور بيري في الحالة دي هو انه يمنع الاثنين من انهم يقابلوا بعض، لانه لو حصل وقابلوا بعض ممكن يعملوا فوضى سوا، خصوصا ان الولد الصغير عقله لسه بيتشكل. نظرية المؤامرة الجاية بتتعلق ازاي الولاد بيمولوا مشاريعهم المدهشة دي. الألعاب الأفهوانية والصواريخ وآلات الزمن كلها هتكلف ملايين الدولارات. في اقتراح بيقول يمكن ال OWCA الشركة اللي بيري بيشتغل فيها هي اللي بتمول عملياتهم. لو حسوا بالملل كانوا غالبا هيقضوا وقت أكتر مع حيوانهم الأليف، ولو ده حصل بيري مش هيعرف يهرب علشان يتجسس على عدو اللدود. رقم 12. مشروع بلو بين ما يتلخبطش مع مشروع بلو بوك اللي كان دراسة لرصد الأجسام الطائرة المجهولة، برضو فيه عناصر عن الكائنات الفضائية، بس بحسب منظر المؤامرة الموضوع كمان ليه علاقة بالدين ومؤامرة شريرة من حكومات العالم. النظرية دي موجودة من التسعينات لما صحفي كندي اسمه سيرجي مونست قدمها للعالم لأول مرة. مع أنه عمره ما كشف عن مصادره، قال إنه ناسا كانت بتقود عملية هيتم فيها تأسيس ديانة العصر الجديد باستخدام صور هولوغرامية والتلاعب بعقول الناس. هو ادعى أن المشروع هيتنفذ على 4 مراحل. المرحلة الأولى هتكون عبارة عن زلازل بتحصل في كل أنحاء العالم، بس الزلازل دي مش هتكون عادية. الزلازل دي هتكون من تدبير نفس الحكومات بهدف معين جدا في دماغهم. وبعد ما الزلازل تهدى علماء الآثار هيبدأوا يكتشفوا اكتشافات مذهلة تحت الأرض اللي اتكشفت جديد. الاكتشافات دي هتخلي فهمنا للدين والتاريخ محل تساؤل، وكتير من الناس هيبدأوا يتبعوا الديانة الجديدة اللي اتكلمنا عنها بدلا من ديانتهم القديمة. وبعد كده هيتم استخدام التكنولوجيا علشان يعرضوا صور هولوغرامية للآلهة في السماء عشان الكل يشوفها. ده هيخلي ناس كتير يصدقوا إنهم شافوا حاجة عظيمة وإنهم لازم يبدأوا يتبعوا الديانة الجديدة دي. الخطوة اللي بعد كده هتكون إنهم يخلوا الناس يصدقوا إن في تواصل ذهني بيحصل معهم. ده هيتم عن طريق استخدام موجات تردد منخفضة، واللي حسب كلام مناست هتخلق وهم أصوات بتكلمهم جوه دماغهم. وأخيراً المرحلة الرابعة هتكون ظهور شخصية شبه السيد المسيح، مخلص يظهر فجأة على الأرض ويقنع العالم كله إنه يتحول لحكومة واحدة ودين واحد. في المرحلة دي كان ناس كتير مقتنعين بالفعل إن الجيش الأمريكي طور تكنولوجيا الهولوجرام اللي ممكن يستخدموها عشان يخدعوا أي حد هم عايزينه. في ناس حتى اقترحوا إن السماء في الحقيقة مجرد شاشة ضخمة، وإن اللي احنا شايفينه فوقينا ما هوش أكتر من وهم. مونست أضاف إن ناسا هتستخدم التكنولوجيا دي عشان تعمل غزو فضائي مزيف للأرض، وإن الناس هيتخدعوا بسهولة ويصدقوا اللي عينيهم شايفاه. حتى وفاة مونست بيعتبرها أصحاب نظريات المؤامرة مشبوهة. مع إنه سجلاته الطبية بتقول إنه توفى بسبب أزمة قلبية، في ناس بتصدق إنه نظرياته كانت صح، وإن الحكومة أسكتته قبل ما يكشف أكتر عن خطته الشريرة. قبل ما يقدر يكشف أكتر عن خطتهم الشريرة للسيطرة على العالم. ومع مرور السنين تم إضافة وكالات تانية كتير زي هارب وسبايس إكس وغيرهم للنظرية اللي بتتطور باستمرار دي. وظهور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي زود إيمانهم إننا بيتضحك علينا. لكن الخبراء لقوا من السهل إنهم يرفضوا الادعاءات دي. مفيش أي دليل اتقدم عشان يدعم ادعاءاته، وعامة الناس متفقة إنه كان بس بيتكهن وبيقدم أفكاره كأنها حقائق. وكمان مفيش أي تكنولوجيا هولوغرامية زي اللي وصفها في نظريته موجودة، لأن مفيش حكومة عندها القدرة إنها تبث فيديوهات غزو فضائي للعالم كله في نفس الوقت. المسمار الأخير في نعش النظرية دي هي إن تاريخ الحدث نفسه اتوقع كذا مرة، لكن زي ما كلنا عارفين مفيش أي غزو فضائي حصل فعلا. النظام العالمي الجديد ما تأسسش، ولسه كلنا أحرار نختار الدين اللي احنا عايزينه في أغلب البلاد. رقم 11. السنافر كانوا مسلسل تلفزيوني مشهور في الثمانينات. المسلسل كان بيتابع حياة الشخصيات الزرقاء الصغيرة اللي كانوا عايشين في قريتهم اللي معمولة من هش الغراب.
وكتير منهم كانوا تحت قيادة بابا سنفور. المجتمع كمان في سنفورة، سنفور قوي، سنفور مفكر، سنفور أخرق، سنفور نكدي، وهكذا. شخصيات تانية بتشمل الشرير غارغاميل ورفيقه القط أزرايل. فيه نظريات كتير عن الكائنات الزرقاء الصغيرة، وبتبدأ بالسبع خطايا. الناس اللي عندهم نظريات بيشاوروا على أسامي الشخصيات كدليل واضح على ده، وبيبدأوا بالشخصية الأنثى الوحيدة في السنافر، سنفورة، اللي ممكن تكون بتمثل الشهوة. جرجميل في الحقيقة هو اللي خلقها علشان يدمر باقي السنافر باستخدام الخطيئة دي. طبعا ده ما بيحصلش فعليا في كرتون نفسه. بعد كده عندنا سنفور الطباخ اللي بيمثل خطيئة الشراهة ومرتبط بالإفراط في الأكل والشرب. هو دايما بيخبز، وعلشان كده دايما بياكل، وبيقضي وقت كبير من يومه بيجري ورا سنفور الطماع اللي بيمثل الطمع. الشخصية دي دايما بتسرع من الباقيين، لكن غالبا من سنفور الطباخ. شخصية تانية معروفة هي سنفور الكسول، واللي طبعا بيمثل الكسل. هو مش بيعمل أي حاجة وبيفضل قاعد كده طول اليوم. هو مش عايز يتحرك أو يهتم بأي حاجة بتحصل حواليه. المنظرين كمان أشاروا لسنفور الغضبان اللي بيمثل الغضب. هو دايما غضبان وعمره ما بيبتسم. هو بيشتم التانيين وبيفقد أعصابه كتير. سنفور العاشق بيمثل الحسد، عشان حياته كلها بتدور حوالين إنه يكسب قلب سنفورة، بس هو كمان بغير منها. الكبرياء بيتجسد في سنفور المغرور اللي دايما بيبص لنفسه في المراية ومهووس بنفسه جدا. بابا سنفور القائد ممكن كمان يكون مرتبط بالشيطان، لأنه بتصور وهو لابس أحمر، وكمان عنده نجمة خماسية على كرسيه حسب واحد من أصحاب نظريات المؤامرة. جرجميل حسب النظرية شكله كأنه راهب فرانسيسكاني، وبيته عبارة عن كنيسة مهدومة. القطة عزرائيل اللي اسمها اسمه ملاك، ممكن تكون ملاك ساقط، اسمه قريب من أسماء ملايكة تانية زي جبرائيل، أورايل، ورافائيل. في جانب تاني اتقال عليه وهو القبعة الفريجية اللي كل السنافر بيلبسوها. ده كان شيء متعارف عليه عند الماسونيين في العصور الوسطى، وكانوا بيستخدموه كرمز مميز عشان يتعرفوا على بعض. وفي نظرية تانية، مجتمع السنافر كله شيوعيين. محارب الفاس واحد من مستخدمي ريدت كتب في قسم الأفكار العشوائية على ساب ريدت وقال بالنص: السنافر ما عندهمش أي نوع من العملة في قريتهم. وكان في حلقة في الكرتون حتى ساعدوا فيها ملك، وهو عرض عليهم ذهب كمكافأة. وبعدين كملوا وقالوا إنه السنافر رفضوا ده لأنهم مش محتاجين الحاجات دي في قريتهم. المنظر ختم كلامه وقال: من الناحية التقنية السنافر كلهم شيوعيين. سنة 2008 كان في فيديو على يوتيوب بيتكلم عن النظرية دي بالضبط. هو فعلا قال إن الموضوع ما يتخدش بجدية زيادة، بس بدأوا يوضحوا التشابهات بين السنافر والمجتمع الشيوعي المثالي. هم أشاروا لحقيقة إنه المجتمع نفسه مكتفي ذاتيا وبيشغل مجتمعه بنفسه. المجتمع ده مش محتاج فلوس في ثقافته الجماعية، وكل شخصية فيه بتشتغل علشان مصلحة المجتمع كله. كمان أتلاحظ إن القائد شكله شبه كارل ماركس وبيحب اللون الأحمر. الرأسمالية هنا بيمثلها غارغاميل القاسي، وكل اللي يهمه هو إرضاء نفسه وبس. الفيديو ده بيكمل وبيقول إن السنافر والمعاني الشيوعية اللي فيه كانوا في الحقيقة خطة للتأثير على اللي بيتفرجوا عليه وقت الحرب الباردة. وكمان اتقال إن كلمة سنفور هي اختصار لجملة رجالة صغيرة تحت القوات الحمراء. بس الكلام ده مش منطقي قوي، لأن الاسم الأصلي للسلسلة والكائنات جه من كلمة فرنسية ماشرافي. رقم 10. ستونهنج لسه واحد من أكثر المعالم غموض اللي تم اكتشافها. الإشارات المعلم ده بترجع للقرن ال12، لكن الحفريات في الموقع بدأت لأول مرة في عشرينيات القرن ال17. أول مسح للموقع اتعمل بواسطة جون أوبري في ستينيات القرن ال17، وهو اقترح أن حفر أوبري اللي تسمت باسمه كانت زمان معبد لكهنة درويد في العصور القديمة. في القرن ال18 تم دراسة المعلم ده بواسطة ويليام ستوكلي، وفي النهاية اتحدد أن ستونهنج بيرجع لعصر البرونز. في سنة 1882 تم إعلانه كأثر قديم محمي، وعلى الرغم من أن في أبحاث كتير جدا اتعملت في الموقع اللي موجود في سهل سالزبري في ويلتشير إنجلترا،
لسه في أسئلة كتير حوالين البنية الغريبة والغامضة دي. احنا بنلاحظ انه بناء ستونهنج بدأ من حوالي 5000 سنة، لكن اللي بنوه عمرهم ما سابوا أي دليل يوضح هم مين أو كانوا ناويين يستخدموا المكان في إيه. ما فيش أي سجلات مكتوبة عن بنائه اتلاقت قبل كده، وعشان كده في نظريات كتير حوالين الغرض منه والناس اللي بنوه. واحدة من أقدم وأغرب النظريات بتقترح إن الأحجار الضخمة دي اتحطت في مكانها بواسطة عملاق. يعتقد إن المؤرخين القدامى كانوا بيعتمدوا بشكل كبير على الحكايات الشعبية لما يقابلوا حاجة مش قادرين يفسروها، وفكرة العملاق كانت هتكون التفسير المثالي بالنسبة لهم في الحالة دي. لكن الادعاء الغريب ده بيزداد غرابة أكتر، وبحسب بعض المؤرخين من الوقت ده العملاق اتقال له يجيب الأحجار للمكان ده بواسطة ميرلين الساحر اللي دايما بيربطوه بأساطير الملك آرثر. ونظرية تانية، ودي غالبا أكتر نظرية منتشرة، إن اللي بنى الموقع ده كائنات فضائية زارت الأرض من آلاف السنين. وفي ناس تانية بتعتقد إنهم بس وفروا للناس اللي كانوا عايشين في المنطقة دي التكنولوجيا اللي محتاجينها علشان ينقلوا الأحجار، وإن نفس التكنولوجيا دي ضاعت مع مرور الزمن. وبرضه من النظريات المشهورة وسط أصحاب نظريات المؤامرة إن اللي بنى الموقع ده هم الدرويد القدماء. وبحسب النظرية دي النصب ده كان بيستخدموه لعبادة أصنامهم، بس احنا عارفين إن أول ظهور للدرويدز كان بعد بناء ستونهنج بحوالي 2000 سنة، وعشان كده النظرية دي استبعدها معظم الخبراء. وفيه كمان نظرية بتقول إنه كان بيستخدموا الموسيقيين في العصور القديمة. الباحثين درسوا تركيب الأحجار ولقوا إنه لما بيتم الطرق على أحجار البلوستون في أماكن معينة كانت بتصدر رنين زي الطبل تقريبا. بس النظرية دي فيها عيوب برضو، لأنه مش منطقي إن حد ينقل الأحجار الضخمة والتقيلة دي لمسافات طويلة عشان يبني طقم طبول معقد وصعب يشتغل. بس في ناس بتعتقد إن ستونهنج ملوش أي أهمية حقيقية أصلا، وإنه اتبنى على إيدين 2 من رجال الكهف القدامى اللي ما كانوش وراهم حاجة يعملوها. ما كانش عندهم غير الوقت، وقرروا ببساطة يرصوا شوية صخور فوق بعض، مع إن الناس اللي بيصدقوا النظرية دي ما يقدروش يشرحوا إزاي ده كان ممكن يحصل. الخبراء اللي درسوا الموقع اقترحوا أكتر النظريات منطقية إن ستونهنج كان بيستخدم كمعبد أو مكان للدفن، وكمان كرزنامة فلكية. ده اتقبل كحاجة منطقية من معظم العلماء، وما فيش شك إن نظريات كتير عن ستونهنج هتظهر في السنين والعقود الجاية، وأكيد هتكون غريبة زي ما متوقعين. رقم 9. سلسلة الأتوبيس المدرسي السحري بتدور حوالين مدرسة وطلابها وهم بيخوضوا مغامرات في الحياة على الأتوبيس المدرسي السحري، وبيعملوا جولة جوه جسم الإنسان كمان. الآنسة فريزل هي مدرسة علوم غريبة الأطوار، وبتاخد الأطفال في رحلات ميدانية مثيرة بس أحيانا بتكون خطيرة شوية، زي رحلات في النظام الشمسي وجسم الإنسان وأماكن تانية كتير. على حسب واحدة من نظريات المؤامرة اللي بتدور حوالين المسلسل، المدرسة ضافت وسط شخصيات تانية كتير باعتبارها من سادة الزمن. الناس اللي بتتكلم عن النظريات دي بيقولوا إن دكتور هو والمسلسل ده للأطفال في بينهم حاجات كتير مشتركة. البرنامجين فيهم شخصيات رئيسية غريبة وبيحبوا يعلموا الناس عن الكون. الاتنين بيسافروا في مركبات سحرية بتاخدهم عبر الزمن وحتى في الفضاء. أصحاب النظرية لقوا أوجه شبه كتير بين البرنامجين، وخلصوا إنه ميس فريزل ممكن تكون فعلا من سادة الزمن زي الدكتور. الدكتور هو مسلسل خيال علمي بريطاني بيعرض مغامرات الدكتور اللي هو كائن فضائي شبه الإنسان من سادة الزمن وجاي من كوكب تاني. هو يقدر يسافر عبر الزمن والمكان باستخدام التارديس بتاعته اللي هي عبارة عن كابينة تليفون زرقاء شكلها صغير من برا لكن كبيرة جدا من جوا زي الخيام اللي في هاري بوتر. بسبب إنه المدرسة في برنامج الأتوبيس المدرسي السحري كانت غريبة الأطوار برضو، وعندها مركبة بتسافر عبر الزمن والمكان، وفي تشابهات كتير تانية. أصحاب النظرية قالوا إنه ده معناه إنها فعلا من سادة الزمن زي الدكتور بالضبط. وبحسب النظرية دي المدرسة تعتبر واحدة من الناجين من حرب الزمن. هي هربت من الكوكب في التارديس بتاعتها اللي كانت متخفية، ولما حاولت تندمج في ثقافة الأرض اشتغلت مدرسة في مدرسة. فوريوس قارن التشابهات وأشار إن الشخصيتين عندهم ذوق غريب في اللبس. الاتنين مجانين ومحدش فعلا يعرف عمر الآنسة فريزل كام، لأنها دايما بتتهرب من السؤال. ممكن حتى يكون عمرها أكتر من 900 سنة. وكمان اتقال إنها بتاخد معاها شوية صحاب
وبتسافر عبر الزمان والمكان في أتوبيس مدرسة سحري متنكر وليه شخصية خاصة بيه، زي بالظبط التردس بتاع الدكتور هو. مع ان الدكتور بيقول انه اخر واحد من نوعه، الجزء ده اتنفى اكتر من مرة في المسلسل، وده يخلي من المنطقي انه المدرسة كمان تكون هربت من الحرب وانتقلت لكوكب تاني. وبالاستناد على النظرية دي في ناس تانية بتقترح ان فريزل كانت موجودة بالفعل في عالم دكتور هو، وبيتكهنوا انها ممكن تكون شخصية مش معروفة قوي زي إيريس اللي بتقابل الدكتور في تجسيده الثامن. كانت هتدعي انها سيدة من سادة الزمن وتربت على نفس الكوكب، لكن بعدين اكتشفوا انها اصلا من جنس تاني خالص اسمه الكلوك ووركس واللي عندهم قلبين. التشابه بينها وبين فريزل انها هربت من كوكبها على تارديس شكلها أتوبيس دورين. بس في نظرية تانية بتصور مدرسة العلوم كشخصية مختلفة، واحدة بتشاركها شعرها الكيرلي زي ريفر سونج. بعيدا عن الشعر في رابط تاني بينهم. في واحدة من حلقات الباص المدرسة العجيب بيروحوا في رحلة جوا جسم فريزل وبيشوفوا قلبها، هي عندها قلب واحد بس، وده بيشيل فكرة إنها من الكلوك ووركس. ريفر كمان عندها قلب واحد بس، ومعروف عنها إنها تقدر تغير شكلها، ويمكن شغلها كمدرسة كان مجرد واحدة من مغامراتها الكتير. رقم 8 حسب الأسطورة الرومانية، المدينة تأسست يوم 21 إبريل سنة 753 قبل الميلاد، وأول ملك ليها كان رومولوس. لكن في أدلة أثرية تلاقت بتقول إن في مستوطنين جم للمنطقة دي في القرن العاشر قبل الميلاد، وبدأوا يحطوا الأساسيات اللي هيبقى في الآخر عاصمة إيطاليا. بس على حسب واحد من أصحاب نظريات المؤامرة، المدينة عمرها ما كانت موجودة أصلاً، وده أغضب علماء الآثار في العالم كله اللي درسوا تاريخ المدينة بشكل موسع، وكمان عملوا اكتشافات تاريخية مدهشة هناك على مر السنين. البوست ظهر لأول مرة على بروفايل واحد على تيك توك ادعى إن المدينة عمرها ما كانت موجودة، وإنه الكنيسة الكاثوليكية اخترعت خدعة في القرن السادس عشر وأقنعت الناس كلهم إنه روما فعلا موجودة. صاحبة نظرية المؤامرة دي اسمها دونا ديكنز. أول بوست ليها عن الموضوع ده كان في 2021، وبعد كده ما اتكلمتش عنه كتير. بس بعد حوالي سنة اتعرضت تاني لانتقادات من خبراء وعلماء لما عملت بوستات جديدة عن ادعاءاتها. بعد ما الفيديو اتنشر على طول جاب حوالي 75,000 مشاهدة، وبعد كده ناس كتير من متابعين دونا شاركوه، وده خلاه يوصل لآلاف المستخدمين التانيين على منصات مختلفة. في البوست بتاعها ادعت ان مفيش اي قطع اثرية ذات اهمية ثقافية اتلاقت من روما، مفيش اي مستندات مهمة تخص المدينة اتكشفت، ولا حتى آثار رومانية حقيقية اتلاقت. واضافت ان المدينة كانت تجميع خيالي لثقافة السكان الاصليين في اوروبا، واللي الكنيسة الكاثوليكية استمرت في نشره. واضافت ان الثقافة الرومانية اللي تعلمنا عنها في المدرسة كانت في الحقيقة مقتبسة من حضارات زي اليونان وآسيا وتركيا ومصر. أما بالنسبة للحظات الشهيرة زي الكولوسيوم والبارثينون، فهي بتعتقد إن المباني دي ما ينفعش تتاخد كدليل إن روما كانت موجودة فعلا، لأنه الحجارة اللي المباني دي مبنية منها ما ينفعش يتعمل لها تأريخ بالكربون، وعشان كده الخبراء في الحقيقة مش عارفين عمرها قد إيه. ممكن حد يقول إنها نسيت الوثائق الرومانية القديمة الكتير اللي تم اكتشافها على مر السنين، بس هي كان عندها رد على ده برضه. دونا بتعتقد إنه بما إنه مفيش نسخ أصلية موجودة من الوثائق دي، فاللي تم اكتشافه كان مزور من الرهبان اللي الكنيسة أمرتهم يعملوا كده مرة تانية. لحسن الحظ مش محتاجين مجهود كبير عشان نفند ادعاءات دونا اللي مش مبنية على بحث كويس. احنا عارفين إن مخطوطات أصلية وقديمة اتلاقت في روما، ومعظمها مكتوب باللاتيني، وكان كتبها مواطنين بارزين في المدينة في الوقت ده. لما الادعاءات دي ظهرت، ناس كتير اتسألت عن خلفية دونا وإيه الخبرة اللي عندها عشان توصل للاستنتاجات دي، واتضح أنها كانت صحفية ترفيهية سابقة ودرست أنثروبولوجيا وتاريخ، وسابت الكلية في نهاية السنة الثالثة ليها. ادعاءاتها اترفضت تماما من الخبراء، لكن للأسف ناس كتير لسه مصدقة إن نظرياتها مبنية على حقائق، وده أكيد مش صحيح. رقم 7 Foster Home for Imaginary Friends كان مسلسل كرتوني اتعمل في استوديوهات كارتون نتورك. اتعرض لأول مرة على كارتون نتورك سنة 2004 كفيلم مدته 90 دقيقة، واللي بعد كده اتحول لمسلسل حلقاته نص ساعة.
المسلسل بيتابع بيت عملته مدام فاستر للأصدقاء الخياليين اللي بيظهروا لما طفل يتخيلهم. ولما الأطفال يكبروا ويبطلوا يحتاجوا أصدقائهم الخياليين بيتجابوا لبيت الرعاية بعد ما يتسابوا. كان فيه 1340 صديق خيالي عايشين هناك، لكن في نهاية القصة مدام قالت إن فيه 2038 صديق عايشين هناك. الأصدقاء دول كمان شملوا صديقة هي نفسها اللي عمرها ما بطلت تتخيله. الشخصيات الرئيسية كانت منهم فرانسيس فوستر اللي بينادوه فرانكي، ماك اللي هو أخ تيرينس الصغير واحد من الأبطال الرئيسيين، هو اللي خلق بيلو اللي هو صديق خيالي. شخصيات تانية معروفة زي جو، تشيز، ويلت وداتشس. المؤامرة دي بقى بتخص فرانكي ومدام فوستر. سؤال مهم بيطرح نفسه في المؤامرة دي، هو يا ترى فرانكي خيالية؟ النظرية دي بدأت سنة 2014 لما بعض الناس اقترحوا إن فرانكي هي نسخة أصغر من مدام فوستر. هم لاحظوا التشابه في اللبس، فرانكي باين عليها لابسة نفس هدوم جدتها، كمان شكلهم الجسدي شبه بعض جدا. في ناس افترضت إنه فرانكي شخصية اخترعتها الست العجوز علشان تقدر تدير الدار بتاعتها وهي مش موجودة. هي كانت بتحب الدار وأصحابها، بس كانت عارفة إنها بتكبر بسرعة وممكن ما تقدرش تديرها لفترة أطول. الأدلة اللي تدعم النظرية دي بتشير لحقيقة إن فرانكي ما عندهاش صديق خيالي، وكمان شكلها ما عندهاش حياة خاصة برا دار الرعاية، وكمان اتقال إنها بتواعد ناس لأنها بتحبهم أكتر من أصحابها الخياليين، أو لأن الناس اللي بتخرج معاهم مش عارفين إنها صديقة خيالية. بس في نظرية تانية برضو. النظرية دي بتجاوب على سؤال، لو هي خيالية ليه معاها رخصة سواقة؟ النظرية دي بتقلب الترابيزة على فرانكي وبتقول إن جدة فعلا ماتت وهي ما قدرتش تتعامل مع الموضوع فخلقت جدة خيالية. تصرفات مدام فوستر بتوحي بكده، هي باين عليها طفولية ونشيطة مقارنة بأي حد كبير في السن عموما. ده ممكن يكون السبب اللي بيخلي المراهق يفضل في دار فوستر علشان يفضل الجدة الخيالية عايشة بدل ما يتعامل مع فقدانها. رقم 6. إدغار ألان بو يعتبر بحق واحد من أعظم الكتاب في كل العصور، مع أن قصصه وقصايده ممكن ما تعجبش كل الناس بسبب الجو الكئيب والمواضيع اللي بيتكلم عنها غالبا، بس ما فيش شك إنه كان أستاذ في مجاله وإن أعماله هتفضل محل نقاش لعقود طويلة جاية. أشهر أعماله الغراب، تحكي قصة راجل بيسمع خط على باب بيته وده بيرعبه لأن الوقت كان متأخر بالليل، ولما في الآخر فتح الباب لقى نفسه قدام غراب، والغراب ده بدأ يعذبه بكلمة واحدة بس وهي أبدا. كمان بيعتبره إدغار ألان بو الأب الروحي لنوع قصص التحري، لأنه قصته جرائم شارع مورغ بتحكي عن جريمة حصلت في أوضة مقفولة، وده خلى البوليس وكل الناس اللي ليهم علاقة بالقضية محتارين لحد ما المحقق الهاوي سي أوغست دوبان قدر يحل اللغز. بس إدغار ألان بو ما كانش عنده حياة سهلة. أبوه سابه هو وأسرته سنة 1810، يعني بعد ما اتولد بسنة، وأمه بعد كده جالها السل والمرض ده خد حياتها بعد سنة. هو وعيلته اللي ربته انتقلوا من بوسطن ماساتشوستس للندن انجلترا سنة 1815، لكن رجعوا لأمريكا سنة 1820. خدم في الجيش، وبعد ما أخوه توفى بدأ حياته ككاتب، لكن الأمور ما مشيتش زي ما كان مخطط. شغله كان مظلم زيادة عن اللزوم بالنسبة لمعظم الناس، واستغرق وقت طويل قبل ما يقدر يلاقي رزق كويس. مراته فيرجينيا إليزا كليمبو توفت سنة 1847 بعد ما جالها هي كمان السل، ودخل في اكتئاب شديد عمره ما قدر يطلع منه. في الآخر اشتهر بسبب شغله، وبيقولوا إنه كان أول كاتب أمريكي يقدر يعيش من الكتابة بس، مع أنه أخيرا حقق نجاح في المهنة اللي اختارها، بس بيعتقدوا أنه عمره ما كان سعيد بجد. بعد وفاة مرته، ووفاته هو نفسه لسه محاطة بالغموض، وفي ناس من أصحاب نظريات المؤامرة بيعتقدوا أن الموضوع أشر من اللي بيخلونا نصدقه. اليوم اللي بنتكلم عنه كان 3 أكتوبر سنة 1849. إدغار بو تلاقى وهو نصه واعي في بالتيمور، ووفقا للشهود كان في حالة تعب شديد وكان محتاج مساعدة. كان لابس هدوم حد تاني، وكان بينادي اسم رينولدز كتير. الشخص ده عمره ما تعرف ولسه مش معروف كان بيقصد مين أو إيه علاقتهم بالحالة السيئة اللي تلاقى فيها إدغار بو. بعد كده اتنقل لكلية الطب في واشنطن وهناك اتعالج،
لكن في الآخر توفى. عمره ما كان في وعيه لفترة كافية عشان يشرح إيه اللي حصل له أو ليه اختفى كذا يوم قبل ما يظهر تاني وهو في حالة أسوأ. وهنا بقى بدأت نظريات المؤامرة تظهر. هم ركزوا على حقيقة إن إدغار ألان بو اتلاقى في الشارع قدام مركز اقتراع أثناء الانتخابات. هم بيعتقدوا إنه موته كان متخطط له، وإنه كان ضحية لعملية اسمها كوبينج، ودي لما حد من الناس العادية يتاخد من الشارع ويتجبر يصوت في الانتخابات أكتر من مرة، بس بعد ما يكبروا يشربوا مادة بتخليه قابل للإيحاء. وطبعا ده عمره ما تثبت، بس بعض المنظرين بيعتقدوا إن ده بيفسر ليه إدغار ألان بو اتلاقى في حالة سيئة جدا، وليه ما خدش الرعاية الطبية الصح اللي كان ممكن تنقذ حياته في اليوم ده. رقم 5. الكرتون الشهير سكوبي دو اتعرض لأول مرة سنة 1969. الكلب الدنماركي الكبير اتسمى سكوبي دو على اسم جملة غناها فرانك سيناترا. المسلسل بيركز على الكلب ده وعيلته اللي اسمها ميستري انكوربريتد. أعز أصحابه هو شاجي اللي دايما جعان ومراهق، وكمان في فريد القائد الأنيق، ودافني الجميلة صاحبة الشعر البرتقالي، ومعاهم فيلمان اللي دايما بتتصرف بلباها، وكلهم بيسافروا مع بعض في عربية فان لونها أزرق وأخضر وبرتقالي، وبيحلوا ألغاز محلية ووطنية ليها علاقة بحاجات خارقة للطبيعة. واحدة من النظريات اللي بيقولها المعجبين عن الكرتون ده بتفترض إن العصابة دي بتسافر حوالين البلد علشان يهربوا من التجنيد في الحرب. المنطق ورا النظرية دي إن أحداث المسلسل بتحصل في فترة حرب فيتنام. الناس اللي تتكلم عن النظرية دي كمان بيشيروا الحقيقة إن شاجي واخد ستايل الهيبي، وفريد اللي باين عليه ملتزم زيادة عن اللزوم بيبان مختلف عنهم وكأنه مش من نفس المجموعة. بيقولوا إنهم بيحاولوا يروحوا كندا عشان يهربوا من التجنيد، وفريد وخطيبته والمراهقة الناشطة فيلما بيساعدوهم. حل الألغاز كان مجرد مشروع جانبي ليهم وهم مسافرين عبر البلد. بس في نظرية تانية ودي مزعجة أكتر شوية. النظرية دي بتصور الثلاث شخصيات دول كأشباح ماتوا في الستينات. الدليل اللي بيدعم النظرية دي هو طريقة لبسهم اللي شكلها من الزمن ده تقريبا. بس سكوبي وشاجا مش عارفين إن أصحابهم ماتوا، وبسبب عدم وعيهم ده الثلاثة التانيين بيختاروا يكملوا الشغل معهم. هم بيأملوا يلاقوا أشباح تانية ممكن تجندهم، لكن كل حالة بتطلع نصبة. المعجبين كمان اقترحوا إنه شاجي ممكن يكون ساحر. هم بيشيروا لقدراته الخارقة زي الطيران في الهواء وظهور الحاجات فجأة. أول دليل على كده ظهر في حلقة اسمها هاي رايز هير ريزر لما عمل تعويذة بالغلط وعكسها كمان. في نظرية مؤامرة غريبة شوية بتصور سكوبي إنه مرتبط ببرنامج الكلاب الفضائية السوفيتي، واللي فيه السوفييت كانوا بيجربوا برنامج تربية علشان يخلقوا حيوانات ذكية تقدر تسافر للفضاء وممكن كمان تتكلم. التكهن ده مدعوم بعنوان المسلسل سكوبي دو فين أنت؟ الناس اللي بتتكهن بيقولوا إنه CIA كانت بتدور على سكوبا من أول حلقة اتعرضت وقت الحرب الباردة وبعد أول نزول على القمر على طول. رقم 4. كلنا سمعنا نظريات مؤامرة مختلفة عن الحاجات الخارقة للطبيعة، زي إن في مشاهير معينين في الحقيقة شياطين، إنه الأشباح ممكن تفضل تلاحق شخص وتطارده طول حياته، أو إنه في أماكن معينة في العالم تعتبر بوابات ممكن تنقل الشخص لعالم كاني. وكمان في نظرية إنه كتاب النكرونوميكون اللي هو كتاب خيالي ألفه الكاتب H.P. لافكرافت فعلا موجود، وإنه لافكرافت كان بيحاول يشارك أسرار عن الغيبيات معنا كلنا من غير ما يكون واضح أوي. لافكرافت اللي عاش بين 1890 و 1937 اشتهر بقصصه القصيرة الغريبة وقصائده ورواياته ومقالاته، ومعظم أعماله كان فيها عناصر خارقة للطبيعة ووحوش من عوالم تانية زي كاثولو اللي ظهر في قصته نداء كاثولو، واللي كمان هو اسم أغنية لفرقة الهيفي ميتال ميتاليكا. المخلوق ظهر لأول مرة سنة 1928 ووصف إنه عنده رأس شبه الأخطبوط وشحه مغطى بلوامس وجسمه مليان قشور وبيشبه المطاط، وعلى ظهره جناحات طويلة ورفيعة، طوله مئات الأقدام وعنده ذراعات ورجلين شبه الإنسان. لمئات السنين كاثولو كان نايم في مدينة ريليه الغارقة في المحيط الهادئ. لما النجوم تتراص بطريقة معينة الكائن ده بيصحى والفوضى بتبدأ. العالم كله بيتقلب لكارثة
والبشرية تقريبا بتتدمر بالكامل. كتاب النكرونوميكون جزء من أسطورة كاثولو، ولافكرافت شرح إنه جاله فكرة الكتاب واسمه في حلم. كمان غالبا بيتقال عليه كتاب الموتى، وتذكر لأول مرة على لسان لافكرافت في قصة اسمها The Hound. ولما كتب عن تاريخ الكتاب، لافكرافت قال إنه كان اسمه الأصلي العزيف، وده كلمة عربية بتشير للصوت اللي بتعمله بعض الحشرات بالليل، واللي ناس كتير وصفوه إنه شبه صوت عواء الشياطين. مؤلف الكتاب هو رجل عربي نص مجنون اسمه عبد الحزرد، وكان بيعبد 2 من مخلوقات لافكرافت، يوغ سالتوث وكاتولو. هو توفى في ظروف غامضة سنة 738 بعد ما هاجمه مخلوق ضخم. بعد وفاته الفلاسفة درسوا الكتاب، وفي سنة 950 وتترجم للغة اليونانية، وساعتها تغير اسمه لنيكرونوميكون. مش معروف كتير عن شكل الكتاب، بس لافكرافت ذكر انه متغلف بالجلد ومقفول بعدة مشابك معدنية. جوه الكتاب القارئ هيلاقي موسوعة من المعرفة المحرمة، زي تعاويذ وطقوس ومعلومات عن كيانات قديمة ومنسية زي كاثولو، بس مش أي حد يقدر يفتحه ويقرأ منه. بيقولوا إن أي حد يقرأ النص ده هيعرف الحقيقة المرعبة عن الواقع، وهيجنن بعد ما يعرف المعلومات دي. وكمان أي حد يقدر يقرأ الكتاب بنجاح هيقدر يستدعي مخلوقات مرعبة وضخمة ممكن تنشر الدمار في العالم كله. ممكن يتستخدم لفتح بوابات لعوالم تانية وتنفيذ طقوس سحرية مظلمة ومحظورة، وكمان يكشف الحقيقة عن الواقع، واللي هو إن كل حاجة احنا نعرفها ونشوفها مش بس اتخلقت على إيد كيانات قديمة، لكن كمان لسه الكيانات دي بتتحكم فيها لحد النهاردة. كتاب النيكرونوميكون هو طبعا كتاب خيالي اخترعه لافكرافت في خياله، لكن ناس كتير بيصدقوا إن فيه نص زي ده فعلا موجود، وإنها مسألة وقت بس قبل ما حد يقرر يستخدمه، وده هيقلب الدنيا فوضى. رقم 3 فاميلي جاي اتعرض لأول مرة سنة 1999 ولفت انتباه شركة فوكس للبث بسرعة. المسلسل بيتابع حياة عائلة مش طبيعية، بيتنقلوا من موقف مجنون للتاني. عائلة جريفن عايشين في مدينة في رود آيلاند، والمسلسل كله غريب ومش بيهتم بالصحة السياسية. العائلة بتتكون من 6 أفراد، منهم الأب بيتر جريفن اللي هو شخص عبيط بس نيته كويسة، وهو أمريكي من أصل أيرلندي وكاثوليكي. متجوز من لويس اللي هي بتقعد في البيت ومدرسة بيانو وجاية من عائلة غنية وراقية. عندهم 3 أولاد مع بعض، منهم ميغ البنت المراهقة اللي دايما بتكون محور نكت بيتر عشان مش مشهورة ومحدش بيحبها. كريس هو واحد تاني من أولادهم، مش ذكي قوي وكمان وزنه زايد شوية. وبعدين في ستيوي الطفل الشرير اللي عنده تصرفات زي الكبار، هو بيتكلم بطلاقة، وغالبا بيكون معاه براين الكلب اللي بيتكلم. نظرية المؤامرة دي بتدور حوالين الشخصية دي بالذات، لأن في ناس من المعجبين بيعتقدوا إن الكلب هو اللي بيكتب كل أحداث المسلسل. واحد من مستخدمي ريدت جاب الموضوع ده في سبريدت واتكلم عن واحدة من الحلقات اللي اسمها مشاكل بيتر. في مشهد معين براين بيقول إنه عنده شغل ككاتب، وبقول بالنص شايف ده؟ كل ده المواد الخام لصورة أنا هرسمها بالكلام. فده خلى المنظر يبدأ يفكر، ماذا لو المسلسل داخل العالم الخيالي هو نتاج رواية غير مكتملة براين بيكتبها؟ الدليل اللي بيدعم ده هو إنه دايما بيتشاف على إنه صوت العقل. كل عيلته عندهم عيوب مبالغ فيها، وده بيتشاف من خلال نظرته هو. الشخص الوحيد في العيلة اللي عنده سبب يكره ميغ هو براين، وده ممكن يفسر ليه كل الناس التانية في العيلة وقحين مع ميغ في الرواية. بما ان بيتر وكريس الاتنين مش أذكياء في نظر براين، ده ممكن يكون سبب ان غبائهم الاتنين مبالغ فيه قوي في المسلسل. النظرية دي كمان ممكن تفسر ليه محدش مستغرب ان في كلب بيتكلم وبيمشي زي البشر، وليه هو قادر يرتبط بكل الستات الجذابة في المدينة. في ناس بتشير لثغرات في القصة زي الحلقة اللي مات فيها، وبرضه القصة كملت عادي. بس ممكن يكون في تفسير لكده برضه. ستوي حكاله عن اللي حصل، وكمان وصف الكلب التاني فيني إنه إيطالي جدا. وطبعا دي مش نظرية المؤامرة الوحيدة اللي مرتبطة بالمسلسل. في ناس اقترحوا إنه المسلسل ده عبارة عن المطهر، وكل الشخصيات بتتعذب بسبب ذنوبهم،
وستوي عبقري شرير محبوس في جسم طفل رضيع. لويس وريثة غنية وعقابها إنها تكون محبوسة في علاقة مليانة مشاكل مادية. براين مثقف وعالق جوا جسم حيوان. بيتر راجل كبير في السن وتصرفاته طفولية ومتمسك بالماضي. كريس وميغ هم نفس العيال اللي كانوا بيتريقوا عليهم ويبعذبوهم في المدرسة. وكواغماير ممكن يكون بيمثل شيطان شهواني. في ناس تانية بتعتقد إن المسلسل كله بيتحكي من وجهة نظر الطفل الرضيع اللي ممكن يكون عايز ينهي حياة أمه. والسبب إنه براين بيعرف يتكلم هو إن الأطفال بيشخصوا حيواناتهم الأليفة حسب النظرية دي. رقم 2، من بين بعض نظريات المؤامرة الغريبة فيه اقتراحات إن القمر مش موجود أصلاً وأستراليا مش مكان حقيقي، وإنه كل الصخور اللي على الأرض بتكون طرية لحد ما حد يلمسها. معظم الناس بتاخد النوع ده من النظريات بشوية شك، لكن في واحدة منهم انتشرت شوية في الشهور اللي فاتت بسبب منشورات على السوشيال ميديا بتدعي إن جاذبية الأرض هتختفي لفترة قصيرة في سنة 2026. الإشاعة بدأت تنتشر على الإنترنت في أوائل 2026 لما حد بدأ يقول إن الجاذبية عندنا هتتوقف عن العمل لمدة حوالي 7 ثواني يوم 12 أغسطس، وإن الحدث ده هيكون ليه آثار كارثية علينا كلنا. حسب المنشورات، وثيقة سرية من ناسا اسمها مشروع أنكور اتسربت للإعلام في نوفمبر 2024، وكان فيها دليل إن الوكالة كانت عارفة عن الحدث ده وإنهم كانوا بيجهزوا ليوم معين ده. واحد من مستخدمي إنستغرام نشر فيديو على صفحته وكان فيه راجل قاعد في عربية، وكان مكتوب كمان في 12 أغسطس 2026 العالم هيفقد الجاذبية لمدة 7 ثواني. ناس عارفة، هم بيستعدوا بس مش بيقولوا لنا ليه. النص كمان قال إنه الجاذبية هتختفي فعلا لمدة 7.3 ثانية بالضبط، وإن الكارثة اللي هتحصل بسبب ده هتخلي ما بين 40 و60 مليون شخص يفقدوا حياتهم. هم بيقولوا إن أي حاجة مش متثبتة في الأرض هتبدأ تطفو لفوق، وبعد 7 ثواني كل حاجة هتقع تاني على الأرض. وعشان كده هم بيعتقدوا إن ناس كتير هتطفو في الهواء وبعدين هيموتوا بسبب الوقوع أو بسبب حاجات كبيرة هتقع عليهم. وكمان قالوا إنه معظم الحاجات هترتفع حوالي 65 قدم في الهواء، وإن ده هيعمل حالة ذعر كبيرة في العالم كله. واحد تاني بيقول إنه مشروع أنكر ميزانيته حوالي 89 مليار دولار، وإن ناسا شغال عليه بقالها سنين كتير. وكمان في اقتراح إن الوكالة كانت عايزة تعمل تجربة علشان تشوف إذا كنا هنقدر نعيش على الأرض من غير جاذبية لمدة 7 ثواني. في ناس قالت إن نتيجة الشذوذ الجاذبي ده هتكون على الأقل 10 سنين من إعادة الإعمار بعد انهيار اقتصادي، وإننا هنحتاج نبدأ نبني مجتمعاتنا من جديد، لأنه تقريبا كل البنية التحتية على الأرض هتتضرر بشكل كبير أو هتتدمر تماما. معروف إن فيه كسوف شمسي هيتشاف يوم 12 أغسطس 2026، لكن لسه مش معروف إذا كان أصحاب نظريات المؤامرة هيعتبروا ده علامة إن في حاجة أخطر بكتير هتحصل في نفس اليوم ولا لأ. عدد من الخبراء اتكلموا بعد كده وطمنوا الناس إن الجاذبية هتفضل زي ما هي في اليوم ده، ومفيش حد محتاج يعمل أي استعدادات خاصة، لأن النظرية دي كلها ملفقة وكذب. رقم 1، في سنة 2008 شركة دريم ووركس أنتجت فيلم الأكشن الكوميدي الشهير كونغ فو باندا. الفيلم بيتابع حياة بو دب الباندا اللي بعدين بيبقى معلم كونغ فو مع العصابة الغاضبة الخمسة اللي هم فايبر، تايجرس، مونكي، كرين ومانتس. وفي مكان تاني رؤية تنبأت إن في فهد ثلجي شرير اسمه تاي لونغ هيهرب من السجن على الحراسة، ولازم يتم اختيار محارب التنين. الشخص اللي هيكون جدير بده هيحصل على قوة لفافة التنين. في شوية نظريات عن الفيلم ده، واحدة منهم بتدور حوالين تاي لونغ. فيه مؤامرة بتقول إنه كان دايما هو محارب التنين. النظرية دي بتشرح إن الشخصية دي فعلا نجحت في الفيلم حتى لو في الآخر اتغلبت. واحد من مستخدمي ريدت شرح إنه عمره ما اترفض عليه المخطوطة ولا مصيره إنه يبقى المحارب التنين، لكن كله كان مجرد اختبار. كان المفروض الفهد يتقبل الرفض بتواضع، وبعدها كانوا هيدوله المخطوطة عشان يختبروا إذا التلميذ يستحق يكمل التدريب ولا لا. الدوجو كانوا بيرفضوا يدوله المخطوطة بعد الاختبار
عشان يعرفوا هو نوعه إيه من الناس. لو كانوا أتقنوا فن التوازن والسلام الداخلي مع التدريب البدني كانوا هيقدروا يتقبلوا الرفض ده بتواضع. التلميذ في الحالة دي كان هيثبت إنه كامل من جوه وبره، وبعد كده المعلم كان هيشرح له السبب وبعدين يدي المخطوطة. لكن تاي لونغ ما تصرفش بتواضع، بدر كده انفجر بالغضب والكراهية، عشان كده ما خدش المخطوطة. مش لأنه ما كانش يستحقها، لكن لأنه أثبت إنه مش جدير بالمخطوطة وما لقاش السلام الداخلي. في نظرية غريبة تانية بتقول إن المسلسل كله كان عن التربية الآسيوية. تاي لونغ وتايجرز وبو هم 3 بيمثلوا أنواع العيال المختلفة اللي الآباء الآسيويين بيشوفوهم، وماستر شيفو بيمثل الآباء دول. النمر الثلجي بيمثل الولد المثالي اللي عنده مواهب واضحة وسلوك مثالي قدام الناس، بس لما بيكبر بيبقى أكتر تنافسي، وفي الآخر بيبقى حاقد جدا لما ما يحققش اللي هو عايزه. تايجرس هي الحصان الأسود وسط الأطفال، عندها مواهب مبهرة بس مش بنفس مستوى تاي لونغ، هي أقل منه، عمرها ما قدرت تكتشف اهتماماتها. هي اتجبرت تمشي في نفس الطريق زي التاني، بس ما أخدتش نفس الحب اللي هو أخده. هي بتكبر وبتطلع كويسة بس بتعاني من صراعات داخلية. وبعدين بو هو العنصر المفاجئ، هو ما عندوش مواهب وبيتعاملوا معاه زي الزبالة. المعلم ما كانش عنده أحلام ولا توقعات ليه، لحد ما اكتشف إنه مش المحارب التقليدي. بعد كده شجعه بو إنه يدور على طريقه الخاص وبدأ يتدرب بطريقة مختلفة. حسب المؤامرة دي الأهالي الآسيويين بيعتبروا الرياضيات والعلوم حاجة مهمة جدا، وبعض الأطفال مش بيحققوا توقعاتهم، وده بيخليهم أحيانا يتعرضوا للإهمال العاطفي. شكرا لكم جدا على المشاهدة. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تدوس لايك، وكمان ما تنساش تشترك في القناة وتضغط على جرس التنبيهات عشان تتابع كل الفيديوهات الجديدة اللي هننزلها. بس اسمي تاب 5 أناونس وحشوفكم في الفيديو الجاي.